اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هعمل معاكم كيكة بالفواكه المجففة والزبيب، وجميلة جدا وسهلة وعمايلها سهلة جدا وما بتاخدش وقت، وحاجة جديدة ولذيذة كده علشان ايه، مع الشاي بلبن مع النسكافيه بتبقى جميلة جدا. هنبتدي نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بحط نص كوباية زبدة في الميكسر، بتبقى بحرارة الغرفة، مش ساقعة مش متلجة. واضيف عليها كوباية سكر وابتدي اضربها بالميكسر لحد ما تبقى كريمي ناعمة كده وفاتحة، لونها فاتح اصفر فاتح زي ما احنا شايفين كده. ابتدت تبقى تغير لونها معانا وتفتح وتبقى لونها اصفر فاتح، بصوا زي الكريمة. نبتدي بقى نضيف البيض بتاعنا واحدة واحدة كده. حطيت بيضاية، وبعدين اول ما تختفي البيضة كده نبتدي نحط الفانيليا، فانيليا سايلة او بودرة اي حاجة، وبعدين نضيف البيضة التانية. هما 3 بيضات، كده ضفنا بيضة في الاول ودلوقتي ضفت البيضتين كده. وبعدين دي الفواكه المجففة خدتها هي مع الزبيب ورحت معفراهم بالدقيق كويس جدا. وعلشان تتحكموا في التعفيرة كويس احط كل الكمية في كيس مع شوية دقيق ورجوه كويس قوي، فهيتغلف حلو قوي بالدقيق. وطبعا احنا بنعمل الخطوة بتاعة تغليف الزبيب دي بالدقيق، خطوة مهمة جدا علشان ما يسقطش في قعر الصينية من تحت هو والفواكه المجففة، يتحرق ويفضل في وسط الكيكة كده بطريقة جميلة ويدي طعم حلو. كده ضربنا خالص لحد ما البيض يختفي خالص والخليط يتجانس كله مع بعضه بالشكل ده. بعدين نبتدي بقى نحط الدقيق عليه البيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. حطينا دلوقتي كوباية دقيق، هو المقدار ده نص كوباية زبدة وكوباية سكر و3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ وكوبايتين دقيق ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح وطبعا الفانيليا وكمان كوباية لبن. نبتدي نضيف اللبن شوية بشوية، كوباية لبن على المقدار ده، ونضرب بقى كويس لحد ما يتجانس الخليط معانا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. كده نرفعه من الميكسر بقى، هو بقى بالشكل ده معانا. ابتدي بقى احط الفواكه المجففة اللي انا معفراها بالدقيق مع الزبيب الاسود، بيبقى طعمه لذيذ جدا في الكيكة. ونخلطهم كويس مع الخليط بالشكل ده كده عشان يتقلب كويس ويتوزع في كل مكان. طبعا انا جهزت صينية، ومن اول ما ابتديت اعمل الكيكه زي ما احنا عارفين خطوات الكيكه الاساسيه لنجاحها ان احنا نفتح الفرن اول ما نبتدي، اول خطوه في تجهيز الكيكه. ونجهز الصينيه، جهزت الصينيه وده ورشتها بالزيت ورحت حاطه عليها ورق زبده، وبعد كده رحت حاطه عليها مسحها بالزبده كلها من تحت ومن الجناب. نبتدي بقى ننزل الخليط كده على الصينيه بالشكل ده كده، ونوزعه بقى في الصينيه كويس، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180. بتقعد من 30 ل 35 دقيقة تقريبا حسب برضو فرن كل واحد، نتابعها ونشوفها لحد ما تحمر من الجناب وتاخد وش من فوق. طلعت معانا اهي من الفرن، بقت جميلة جدا اهي بعد ما شلت الجناب بتاعت الصينية، بقت حلوة اهي. ودي بعد ما قلبتها اهي عشان اوريلكم الفواكه المجففة من تحت، هي بس الكاميرا مفتحاها شوية بس هي مستوية وجميلة جدا. وحطيت السبيكس او الخلة الخشب، طلعت نظيفة جدا اهي، جميلة وحلوة وهتعجبكم جدا وجربوها.
اتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة، ويا ريت اللي مشتركش في قناتي لسه يشترك ويفعل الجرس ولايك وشير علشان يجيلكوا كل جديد. والى اللقاء في حلقة جديدة ووصفة جديدة.